مشاهدينا اهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات مجلس الفقه، وعنوان هذا اللقاء هو شطر الايمان الطهاره. للحديث عن هذا الموضوع يتجدد لقاؤنا اليوم مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. اهلا بحضرتك يا دكتور. بارك الله فيك وكل مشاهدين ومشاهدات. اولا احنا بنهنئ حضرتك باصدار هذا الكتاب شطر الايمان الطهارتان الصغرى والكبرى ونائبهما، وده مؤلف جديد للدكتور سعد الدين هلالي يطرح في معرض الكتاب، وتتم مناقشه هذا المحتوى او رسائل هذا المؤلف في ندوه خصصت لهذا الامر يوم الخميس القادم ان شاء الله 1 فبراير باذن الله. 1 فبراير يعني بنهنئ حضرتك على اصدار هذا الكتاب. شكرا. وطبعا هيكون مرتبط بحديثنا او موضوع هذه الحلقه والرسائل اللي هنناقشها مع الدكتور سعد الدين هلالي. فاسمحوا لي حضراتكم يعني اعرض سريعا هذه العناوين الرئيسيه او هذه الرسائل اللي تضمنها تقديم الدكتور سعد الدين هلالي لهذا المؤلف او هذا المحتوى. خطوة في طريق الوعي الفقهي لمسائل الوضوء والغسل والتيمم، اختصار في موضوعه لموسوعات فقهية غارقة في التفريعات والاختلافات لمذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية، كاشف لسماحة الدين بقلة مسائله الإجماعية وكثرة مسائله الخلافية المتسعة لأوضاع الناس ومتغيراتهم المتجددة، انتصار للبسطاء المغلوبين بالافتئات عليهم وتمكين هؤلاء من استرداد وتمكينهم من استرداد رشدهم الديني بحق الاختيار الفقهي والفتية للنفس كما أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وليكون كل أحد فقيه نفسه كما قال الشاطبي عام 790 هجرية. وأخيرا إحياء لحق فقه الدين للجميع، وأنه طريق القضاء على مخاطر التقليد وخبائث المتاجرة الدينية. هذه هي الرسائل أو المحتوى والعناوين الرئيسية لمحتوى ولتقديم الدكتور سعد الدين هلالي لهذا الكتاب. طبعا بنهنئ حضرتك مرة تانية وبنبدأ بحديث عام من حضرتك عن موضوع هذا اللقاء. شكرا لسيادتك اولا للتفضل ببيان المؤلف والتهنئة، وارجو حتى تكون يعني التهنئة لها ثمرة على العبد الفقير، ان ينفع الله بهذا الكتاب من يقرأه او من يعني يعرف مضمونه. ومضمونه هو بيان الأحكام الفقهية والرؤى الفقهية باختصار وبتوضيح في مسائل الوضوء والاغتسال والتيمم. بس تسمح لي قبل ما اتكلم عن القضايا دي وابين الجديد فيها، بس انا اسف ما هوش جديد، ده هو الجديد في الاستماع اليها. يعني هي قديمة جدا في الفقه. في الفقه نعم، ولكن الأذن لم تسمعها إلا مؤخرا، فعشان كده بنقول الجديد في الاستماع مش الجديد في البيان أو في. عشان كده حضرتك في رسائل الحلقة نفسها وصفتها بالجديد في الأسماع. أي صح. نعم. قبل ما نتكلم عن الموضوعات دي والمسائل دي، عندي تهنئة لرجال الشرطة في عيد الشرطة اللي ميعاده يوم 25 يناير من كل سنة، واحنا النهارده 23 يعني بعد بكره وعليك خير. ليه بنهني؟ بنهني رجال بيشتغلوا على رجليهم، بيسهروا الليل ويواصلوا الليل بالنهار من أجل إن المجتمع يعيش آمن في كل القطاعات. حتى في التموين محتاجين رجال الشرطة، حتى في التعليم لما كانت الجامعات فيها شرطة جامعية والبعض حاول يتآمر وتم سحب الشرطة من الجامعات، ما قدرش تعيش، فعملت ايه؟ شرطة خاصة. يا شعب مصر، مفيش جامعة، مفيش مدرسة، مفيش مستشفى، مفيش مؤسسة تعرف تعيش من غير تأمين رجال شرطة. اللي هيجوا الناس على الشرطة الجامعية كان أمر مغرض. مشت الشرطة الجامعية اللي كان اسمه الحرس الجامعي أو اللي كنا بنقول عنه بالعامية بتاعتنا حرس الجامعة، اتشال حرس الجامعة. الجامعة عرفت تمشي؟ ما قدرتش.
اضطرت تعمل ايه؟ تعمل تعاقد مع شركات امن خاصه. طيب ما كان شركات الامن الحكوميه موجوده، في مطار يمشي من غير شرطه، في شارع ومرور يتم التسيير الحياه فيه من غير شرطه، في قريه ولا حي يقدر يستغنى عن الشرطه لما يحدث نزاع ما بين الاهالي وبعضهم؟ هيروحوا لمين؟ مش هيجدوا اكتر رفقا بهم وخوفا عليهم من رجال الشرطه اللي هم من الشعب نفسه، وهدفه وعامل نقطه الشرطه دي من اجل التامين، من اجل الحمايه، من اجل الرعايه، من اجل الخدمه. في المرور، في المطافي، في النجده، في المطارات، في الشوارع، في يستغني احد عن وجود رجال التامين. الخدمه المدنيه، البطاقه واحوال المدنيه لكل انسان، مش لازم يكون لكل انسان سيره ذاتيه؟ سيرتي الذاتيه الحياتيه، انا عشت صاحب سوابق ولا صحيفتي بيضاء؟ مين المسؤول او منوط بيه يبقى عنده الملف ده لكل مواطن؟ مش لازم يكون فيه ناس امناء؟ هم دول الامناء اللي شغالين لخدمه الناس دي، لخدمه المجتمع، لخدمه الدوله. دول اللي ما يستاهلوش الاجلال والاحترام والتوقير والحب. طب النبي علمنا حاجه للي عاجز عن انه يشكر الناس. بيقول لنا ايه في حديث اخرجه احمد واصحاب السنن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: من اسدى اليكم معروفا، وفي روايه من صنع لكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. اللي يقدم لك خدمه اشكره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخرجه احمد: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، او لا يشكر الله من لا يشكر الناس. روايتين. الناس لما بتلاقي استاذ علمك بتشكره وتمتن له، لما بتلاقي طبيب يعني وجدت علاجك عنده وعاملك معامله راقيه بتشكره. طب لما تلاقي مجتمعك امن وفي انت نايم وهم سهرانين، دول ما يستاهلوش الشكر. والله ما قدرتش تشكرهم، ادعي لهم، ادعي لهم ربنا يثبتهم، يبعد عنهم خصومهم، يبعد عنهم المتآمرين، يبعد عنهم الشريرين، يبعد عنهم الحاقدين، يبعد عنهم الحاسدين، يبعد عنهم اللي يوقفوهم عن مسيرتهم او اللي يصل الى اذاهم. اللي قاعد سهران ده في النقطه مش من اجل انه يبقى النجده لمن يحتاج النجده، تقوم انت بتستهتر بالوجود ده. طب انت قاعد في بيتك ومتغطي باللحاف وهو قاعد واقف بره ما عندوش ليل ونهار. اصل الشكاوى الناس ملهاش وقت، ملهاش وقت. او المشكلات او لا قدر الله الكوارث او الجرائم اللي بتحتاج لتدخل الامن ايضا ملهاش وقت. اذا دول سهرين ليل ونهار وورديه ورديه ورديه. طب اسال كده المدرس بيروح امتى؟ اسال الطبيب بيروح امتى؟ مهما كانت عيادته شغاله على الاقل له يومين في الاسبوع راحه. هو يشتغل طول النهار ويرجع البيت بينام. طب تعالى اسال كده رجال الشرطه اللي دخل الشرطه وفرحانين بانه دخل الشرطه، نفاجأ بانه اكتر وقته في خدمه الناس.
عشان ياخد لا اجازه دي. والامثله كثيره، يعني حتى في اكتر من مهنه. يعني انا عفوا يا دكتور، انا هضم مهنه الطب لمهنه الشرطه في انها استجابه لحل مشكلات تتعلق بمخاطر تحيط بالانسان، اما تامينه او الحفاظ على صحته او حياته طبيا او امنيا. فساعات بيستدعى الطبيب وقت راحته. يعني في مهن لها هذا الطابع اللي هو يلبي النداء وقتما كانت هناك حاجه اليه. اه طبعا. يعني منها طبعا الشرطه ومنها الطب وبعض أيوة. المهن. الكل بيتعب، بس اللي بيتعب اكتر مين؟ هذه المهن اللي لها وضع خاص اللي ملهاش موعد. استدعاء الطبيب بيبقى كل يوم مره مرتين، ولا كل اسبوع مره، ولا كل اسبوعين اي مره؟ حضرتك بتقصد وقت الامر بخلاف الطارئ استدعاء رجل الشرطه دائما. في مهام ملقاه على ده عاتقه. بيدي يا فندم في يوم اللي بعد ما رتب مع اوضاع بيته ان هناخد اليوم الفلاني اجازه يا اولاد وهنعمل فيه فسحه، يفاجئ قبلها بثواني في مشكله ما جاله فتم استدعاء استدعائه. نعم مأموريه الى. نعم. اذا دول يستاهلوا كل التقدير، وخاصه ان هم كمان اختاروا يوم 25 يناير حدث وطني. كان 25 يناير 1952 الانجليز ارادوا يستولوا على مبنى محافظه الاسماعيليه. قالوا لا مش هنسلم، واتصلوا بوزير الداخليه فقال لهم المصري العظيم، قال لهم لا 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 انا معاكم ضد الجنود الانجليز المحتلين. ضربوا عليهم بالنار، موتوا 50 شهيد 80 جريح، ولما استنفدهم برضه ما استسلموش، اجبرهم القوات البريطانيه تعمل لهم صفة عظيم سلام للجنود المتبقيه بعد ما نفذت ذخيرتهم، احتراما لجنود حافظوا على اسم بلدهم. بقى بريطانيا العدو اللي كان بتعادي وتقتل فيه رجال الشرطه بتوعنا عرفت تعمل لهم تعظيم سلام، واحنا ما نعمل لهمش تعظيم سلام؟ ما نعرفش قيمه رجالتنا؟ فعشان كده عايزين نحيي رجال الشرطه، وبتمنى من كل مصري لما يقابل رجل شرطه ولا يعرف رجل شرطه يرفع سماعه التليفون له كل سنه وانتم طيب، ربنا يبارك فيكم ويحميكم ويبعد عنكم اي شر ويمكنكم من اداء رسالتكم. انتم امان المجتمع المصري زي ما جيشنا العظيم امان دولتنا العظيمه. رجال القوات المسلحه شايلين البلد كلها على كتافهم، الرجال الشرطه شايلين الامن الداخلي على كتافهم. كل التحيه لهؤلاء وهؤلاء، والتحيه لكل صاحب مهنه ولكل صاحب خدمه لهذا الوطن يؤديها بأمانة، سواء كان مدرس ولا طبيب ولا صيدلي ولا مهندس ولا حرفي، يؤدي عمله ولا بأمانة صنايعي وإخلاص. نعم. ولا تاجر ولا أي إنسان يخدم، ويتقن عمله. كل التحية له لأي خدمة يقدمها، حتى ولو كانت الخدمة يعني بسيطة جدا بسيطة. حتى لو كانت مهنة بسيطة، صحيح. طالما انه يؤديها بشرف وأمانة وإتقان وإخلاص فله كل التقدير. الموضوع الثاني اللي يهمنا نتكلم فيه، اللي سيادتك قلت ان يوم الخميس ان شاء الله 1 فبراير الساعه 12 ظهرا في لقاء ندوه رسميه في معرض الكتاب للقاهره الدولي رقم 55. احنا بنتكلم عن الخميس بعد القادم ان شاء الله. نعم. الساعه 12 ظهرا في قاعه فكر وابداع في بلازا واحد، وهيبقى فيه لقاء وتعريف بالكتاب وما فيه. وقلنا في مسبيره نستبق في بيان مضمون هذا الكتاب، بس احنا هنا فرصة العمر لما نقول للشعب المصري يا مصر انتوا عندكم معرض القاهرة الدولي رقم 55 وعايشين في ثقافة وقراءة وعايشين حياة غيرنا. التعليم انتهى من 14 سنة، ما فيش تعليم يا أستاذ محمد في بعض الدول اللي أصابها فيروس الربيع العربي، ما فيهاش انتهى التعليم. احنا هنا عمالين نتشاكل جودة التعليم، مش بنتشاكل في وجود الأساس، وجود التعليم. ده احنا عندنا التعليم وجودته بنتعايش على ضوءها، وبعدين بنعمل كمان معرض.
اللي عمل معرض ده عمل نافله وعمل اضافي ولا عمل اساسي عن الحياه؟ عمل اضافي. طب شوف غزه عايشين ازاي، طب شوف سوريا عايشين ازاي، شوف اليمن عايشين ازاي، شوف السودان العظيمه اللي ارضها تزرع لوحدها، محتاجه بس تحط البذره وتطلع لوحدها. ويا رب كل الشعوب دي تخرج من ازماتها، يا رب يتجاوزوها ان شاء الله. نتمنى او ندعو الله سبحانه وتعالى انه يخرج كل هؤلاء من ازماتهم، واولهم طبعا اهل غزه وما يتعرضون له. والله انا سمعت من الرئيس كلمه مأثره فيا قوي، يعني كل ما نجيب مشكله زي ديت ونقولها ننهيها ندعو ربنا ان ربنا ينجينا، ده كويس، بس هو قال انتوا بتظلموا الدعاء، ثم قال والله انتوا بتظلموا الدعاء. هو عشان ربنا ينجينا مش احنا لازم نكون اهل النجاح؟ مش عشان ربنا ينجحنا نكون احنا اهل النجاح؟ مش عشان نكون اهل امان ان نكون عندنا امان نكون احنا اهل امان؟ طب ما لازم نصحح انفسنا، لازم نبص لنفسنا، لازم نشوف المشكله جايه منين. إيه؟ روح شوف لي كده اللي في غزه مشكلتهم فين، بقى لهم كام سنه مش عارفين يجمعهم في سلطه واحده. روح شوف في سوريا ولا شوف في مصر لما كان فيها الارهاب، قايمين ليه الارهابيين دول كانوا عايزين ايه؟ اللي يقول لك عايزين نعمل ولايه اسلاميه، تطبيق شريعه اسلاميه. انتوا هدفكم مبتغاكم كلمه تطبيق شريعه اسلاميه، بيضحكوا على الناس بكلمه شريعه اسلاميه. هو احنا مش في شريعه اسلاميه ولا ايه؟ هو مش كل واحد اسلامه معاه؟ ولا انت عايز تفرض رايك عليه وتقول لي ده رايك هو ده الشرع الاسلامي؟ اذا احنا عايزين نغير ثقافتنا يا فندم، لازم نعيد. ليه دايما يا رب نجينا يا رب احفظنا يا رب؟ حاضر، بس انت عشان يحفظك لازم تكون اهل قل يا عبادي الحفظ. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. المهتدي بيدعي، العاصي بيدعي وقت ما يكون في ازمه يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخرجه مما هو فيه من معصيه. فهو موضوع الدعاء ما نقدرش نقول عليه انه وضع الانسان ايه، ازمته ايه. صحيح اللي حضرتك بتقوله مهم جدا، اننا ناخذ بالاسباب، ربنا امرنا بالاخذ بالاسباب، لكن احيانا من لا ياخذ بالاسباب وقت ما بتتازم امور الدنيا بحساباته بيلجا لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء على ان ربنا سبحانه وتعالى يعيده الى طريق الصواب. فما نقدرش نقول الناس اقطعوا اخر امل والتعلق بالله بالدعاء يعني. يعني دي هو انت فهمت مني كده؟ يعني انا عشان لا تفهم كذا انا ده اللي فهمته، فحضرتك صحح لي الفهم. لا فهمك لو كان كده او فهم غيرك لو كان كده كويس ان احنا نصحح ده لو حد يفهم الكلام ده. ليس احنا بنقول بتظلموا الدعاء، يعني عشان تدعي ربنا تاخد بالاسباب، لكن ما تاخدش بالاسباب وتدعي ربنا من غير ما تاخد بالاسباب، يبقى انت بتضحك على نفسك وبتظلم الدعاء بجد وانت بتضللنا. يعني انا فهمت حضرتك كده، انا فاهم حضرتك صح، بس يعني مختلف مع حضرتك في الراي شويه في النقطه دي. اذا مساله مش عمرك ما تختلف، لان اللي امرك بالدعاء ادعوني استجب لكم هو اللي امرك بالعمل وقل اعملوا. صحيح، لا الخلاف مش على كلام حضرتك عن الاخذ بالاسباب والعمل، ده متفق عليه. احنا بس الخلاف في نقطه تانية، يعني مش مشكله خلينا نسترسل في وجهه نظر حضرتك. الخلاف بس على فكره انه ممكن شخص مش عامل اللي عليه، بس وقت ما يبقى في ازمه يبتهل الى الله سبحانه وتعالى ويراجع نفسه ويمكن ده يعيده الى صوابه. لكن طبعا الاخذ بالاسباب والعمل متفق على حضرتك بتقوله، مش عشان يدعي يعني. ربنا لازم يبقى صادق ولا يدعي وهو كاذب مع نفسه. يعني واحد حرامي ومصر انه يبقى حرامي وياخد الفلوس للغلط، وهو بياخد كده يا رب استرنا. لا الدعاء ما بيبقاش، طبعا متفق مع حضرتك، الدعاء ما بيبقاش في ارتكاب معصيه. ما ينفعش ادعي ربنا سبحانه وتعالى يعيني على ارتكاب فاحشه. طب متفقين عليها دي، لكن اللي بيقول ربنا ينجيه من ازمه دي في اي وقت يبقى متفقين مش متفقين؟ طبعا اكيد. اذا ما بيضحكش على نفسه. واحد بيقول يا رب نجحني ومش ناوي يذاكر، لا يعني دي حاجات تانية. ما هو ده حديثنا، هو ده يبقى لازم نتفق على كده، انه يعمل بحق هذا الدعاء، ما نبانش قدام الناس ان احنا مختلفين، ده احنا متفقين اهو. ما فيش دعاء من غير اسباب، فلازم تاخد بالاسباب. واهم سبب من اسباب النكبه اللي موجوده في السودان واللي موجوده في سوريا واللي موجوده في مصر في 2012 واللي موجوده في غزه، نطبق الشريعه الاسلاميه. وكأن انتوا الانبياء الجدد، استغفر الله يا فندم. الشريعه الاسلاميه ربنا كملها وحفظها وانزل
قرآنه هدى ونور، وأرسل رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم للبيان، وإن الإنسان بيعيش بإسلامه بالشعائر الدينية، ولكن الفقه حق الكل. وأكبر دليل اللي احنا هنتكلم فيه موضوعنا فقه الدين للجميع، نعم. اللي هو كتابنا. بس عايز أقول كون مصر يبقى عندها معرض كتاب وعايشة ما شاء الله في ترقي في مؤسساتها وترقي في معيشتها، وتشوف الدول اللي اصابها الربيع العربي، والناس كتير بتحاولوا يحبطونا، ما نذكرش الناس بالكلام ده. كل شويه تقول كل شويه نقول كده، ودي حقيقه، ما نضحكش على نفسنا. اصل احنا لو كنا عايشين زي اهل غزه، ولا كنا عايشين زي اهل الدول المجاوره اللي تعبانه، يعني كنا هنقول يا ريتنا زي مصر. طب احنا مصر دلوقتي، يبقى لازم نحمد ربنا، ولازم نحافظ على الوضع ونرقي انفسنا ونزداد ترقيه. فاحنا بنحمد ربنا ان ربنا اكرمنا، وان اكرامنا ده لتاهل المصريين لهذا الاكرام. ايدهم ايد واحده، اديك شايف اهو. عمرك شفت الازمه الاقتصاديه وصلت لذروتها زي ما وصلت حاليا والشعب متماسك؟ لانه عارف ان لو قام بدور المتآمرين دول اللي يحاولوا يهيجوا الامور ويخلوها فوضى، البقيه تضيع. اذا احنا لابد من اصلاح حالنا مع الابقاء على هذا التماسك. الله عليك. نعم. اذا التماسك ده هو الاساس الذي لا يمكن خط احمر زي ما بيقولوا. ثم نقوم بعضنا بعضا للاصلاح والنجاه، وسننجو، لان احنا عندنا ارضيه مين؟ التماسك. فكل التحيه للشعب المصري العظيم المتماسك، اللي عارف قيمه بلده، وعارف قيمه رئيسه، وعارف قيمه حكومته، وعارف قيمه ان التجديد ياتي ذاتيا ومننا دون ان تكون فوضى. ومعرض الكتاب اللي هيدخل فيه السنوات السابقه حوالي 2 مليون زائر للمعرض. دول بيدلوا على ايه؟ العقل، الفكر. اول شيء نزل في كتاب الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. انت راح تقرأ، ولما بتقرأ بتتعلم وبتنور نفسك وبتتسلح بالمعرفة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ناخد رسائلنا. نبدأ بالرسالة الأولى. معنى عبارة فقه الدين للجميع. ايوه، انا صدرت الشعار ده على الغلاف، وعملت له حوالي 10-12 صفحة مقدمة وبيان يعني ايه فقه الدين للجميع. هو مش الدين للجميع ولا الدين للخاصة؟ للجميع. يبقى فقه الدين لمين؟ للجميع. نعم. مش الدين لله؟ نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. لما الدين لله ما تجيش لمؤسسة وتقول لي الدين بتاعي انا وصية الدين، نقول لها اسف، المؤسسة دي انت يعني مؤتمنة على العلوم، مؤتمنة على التمكين، مش انت صاحبة الدين. مين صاحب الدين؟ الله. مين صاحب الدين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا. هو ربنا اللي اختار رسله. ربنا اختار مؤسسات؟ ربنا عين مؤسسات وامكن مؤسسات؟ لا. ولا اختار الرسل والانبياء؟ نعم. اصطفى الرسل والانبياء ومكنهم بمعجزات الناس تقتنع. نعم. بان دول انبياء ورسل. وانزل قانون ولا هدي؟ هدي. يعني ايه هدي؟ يعني شيء متعدد الاوجه. النص القرآني متعدد الاوجه ولا احادي الوجه، احادي الدلاله؟ متعدد الاوجه. هو ده الهدي. لكن لو كان قانون يبقى ايه؟ احادي الدلاله. احادي الدلاله، يعني تفتح وتطبق. لو عمل القرآن قانون يبقى وقف الزمن، لان القانون لازم يتغير ويجدد. هو في قانون دائم؟ الدستور مستمر، لكن هل الدستور دائم؟ مش دائم، وقد يتغير وقد هو مستمر. في فرق بين مستمر وايه؟ وبين انه دائم ودائم. دائم معناها مخلد الى قيام الساعه، يستحيل. لكن
كل حين. الدساتير يتم تعديلها او تتغير الى اخره. نعم. مظبوط. ولما بيتم وضع الدستور بيبقى مستمر الى ان يتم تعديله. لكن الدستور احادي الدلاله ولا متعدد الدلاله؟ احادي الدلاله. والقوانين المنبثقه عن الدستور احاديه الدلاله ايضا. اذا قاصره الزمن، ما ينفعش العمر كله، بخلاف القران الكريم جوامع الكلم، النص الواحد تفهمه ب20 30 معنى واكتر. طيب المعنى هو اللي هنطبقه، اللي احنا ارتضينا بيه او اللي انا اقتنعت بيه واللي انت اقتنعت بيه. عشان كده ربنا قال ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اقوم يعني ايه؟ الافضل. طب الافضل امبارح هو الافضل النهارده؟ ولا النهارده الامور دي متغيره. نعم. الافضل متغيره من مكان الى مكان ومن زمان الى اخر. اصل لو قلت لي افضل امبارح هو نفسه افضل النهارده، يبقى ما فيش تقدم ولا تغير في البشريه يبقى ولا تطور. ما فيش يومين، يبقى يوم واحد. احنا لسه في يوم واحد، لكن دول يومين. يوم بعد، ما دام يوم بعد يبقى في احسن واحسن واحسن. نعم. الاحسنيه مستمره والاقوميه برضه مستمره. فقه الدين ده زي الدين للجميع. كنا نحتكره ونقول لا 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 لا، الاطباء كذا والمهندسين كذا واحنا كمان فقهاء كذا. كان يجب بقى المدرسين يعملوا كده، مدرسين العربيه يقولوا كده، ما حدش كان في العربيه الا احنا. ومدرسين الجغرافيا يقولوا كده، ما حدش كان في الجغرافيا غيرنا احنا. وهكذا. لا لا لا، كل المدرسين وظيفتهم التعليم دون احتكار العلم، صح؟ نفس الامر كل الفقهاء وظيفتهم تعليم الفقه دون احتكار الفقه. مش الرسول بيقول انما بعثت معلمه؟ خيركم من تعلم العلم وعلمه. من يريد الله بخير يفقهه في الدين. هو اراده الخير ما تكونش الا للحظوه ولا كل خلق الله؟ لكل خلق الله. باب مفتوح ولا مغلق؟ عشان كده فقه الدين يجب يكون للجميع. نعم. يترتب عليه ان كل من تعلم فقها وظيفته ان يعلم الفقه الذي تعلمه. الجديد في الاسماع عن موجبات الوضوء وافعاله ونواقضه. هو الحقيقه الكتاب ده 185 مساله. انا عامله مسائل. عامله ايه؟ مسائل. كل مساله منتهيه، يعني عشان وقتك ووقت كل القارئ يعني. لما يجي يقرا المساله لا ترتبط بالمساله الثانيه. زهق يعمل علامه ويقفل ويفتح، فاما يعني يجد وقت فراغ يقرا المساله الاخرى. فكل مساله منتهيه. كل مساله هم 185 مساله. 91 مساله في الوضوء، 70 مساله في الغسل، 24 مساله في التيمم. تقريبا كل ما يتعلق بسؤال السائل في هذه القضايا أوجزته فيها في 6 مذاهب أساسية. ما فيش مسألة من غير 6 مذاهب دول. الحنفية بالترتيب التاريخي، الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنبلة، الظاهرية، الإمامية. الإمامية اللي هي الجعفرية أو الاثنى عشرية. هنا بضيف شيء جديد، إن الإمامية لم تخرج عن هذه الآراء المذاهب الأربعة المعروفة في المسائل التعبدية. يعني سنفاجأ بأن الإمامية مختلفة عن السنة، هي الشيعة يعني مختلفة عن السنة في مسائل في العقيدة ومسائل في الفقه قليلة جدا بس فارقة. يعني ايه فارقة؟ يعني من ضمن أركان الإيمان عندهم إنك تؤمن بالإمام، مش الصلاة والصوم والزكاة والحج والشهادتين ال5 دول، لا، زائد إيه؟ الإمام. ماله الإمام؟ معصوم. هو في بشر معصوم غير الأنبياء؟ لا طبعا. ده من ضمن أركانه. طيب الإمام مات، يتورث الإمام بعده؟ طيب مين لو كان عنده ابنين والكبير يعني غير مؤهل والصغير مؤهل، ناخد مين؟ ده اختيار بشري ولا اختيار سماوي؟ بشري طبعا. هم اعتبروه سماوي. لما تم اختيار واحد بشري يقول لك هو ده خلاص حكم الدين واسمعوا ومعصوم. يعني ايه معصوم؟ لا يخطئ. لا يخطئ. اللي يقوله مسلم بيه. طيب افرض هو مات وساب طفل 5 سنين، هو ده الامام برضه ابو 5 سنين؟ لا اله الا الله.
وكلمته معصومه، كلمته معصومه، هو كده. اصدق ازاي هم بيقولوا كده؟ خلاص، وبيبرمجوا اتباعهم على كده. لكن بنتكلم على الاحكام الفقهيه تقريبا واحده، ما فيش اي اشكاليه ما بين المسائل في الوضوء ولا الاغتسال ولا التيمم، ولا اكثر المسائل الفقهيه فيها وجه اختلاف في الفقه، او حتى لو وجد وجه اختلاف تجده مقبول، لان مسائل عمليه، لان الفقه بيعالج مسائل عمليه، مسائل معيشيه، والمعيشه واحده بين البشر كلهم، صح ولا غلط؟ نعم. هي المعيشه مختلفه؟ يعني اسس المعيشه واحده، بتختلف بقى بحسب حالات زي ما حضرتك قلت، من ثقافه شخص لاخر، من مكان لاخر، من اسره لاخرى، لكن في اساسيات. بالظبط. عشان كده بتجد ان الاراء الفقهيه في المسائل بنسميها الفروع، الفقه بنسميه الفروع، يعني تقريبا متشابهه. المهم في المسائل دي كل مساله بقول فيها عدد الاراء فيها كام؟ 2، الحد الادنى 2 او 3 او 4. طب الراي الاول بيقول ايه؟ طيب دليله ايه؟ طب مين اللي قال بيه؟ اللي قال بيه بقى ده مفاجاه. ذكرت اولا راي الفقهاء في المذاهب من قال به، ثم راي الصحابه المتفق مع هذا الراي، ثم راي فقهاء السلف اللي هم التابعين وتابعي التابعين اللي هم قبل المذاهب من قال به. ليه عملت كده؟ عشان لعبه فقهاء السلف. اثبتت لك ان فقهاء السلف مختلفين، الصحابه مختلفين زي ما الفقهاء اختلفوا، لان الفقهاء فرع عن مين؟ عن الصحابه. مين الجيل الاول؟ مين؟ الصحابه. الصحابه. اختلفوا؟ ايوه اختلفوا. انضحك علينا واتقال لنا كده فقه السلف، كما لو كان فقه السلف راي واحد. لا والله، رايين وثلاثه. وان لم يكن المساله خلافيه عند الصحابه فهي خلافيه عند مين؟ التابعين وتابعي التابعين، ثم خلافيه عند الفقهاء. حق الاختيار لمين يا استاذ محمد؟ طالما صحابي 2 صحابه اختلفوا، لصاحب الشأن، لصاحب اللي الشأن. هو صاحب المشكله اللي بيستفتي فيها. اكبر دليل ان ال2 صحابه لما اختلفوا ما حدش منهم زعل التاني وقال له انت او اساء لرايه، او قلل من راي الاخر. ولا التابعين. فبناء عليه قلنا ان احنا هنتكلم عن الوضوء والاغتسال والتيمم، وهنتكلم بس النهارده عن اهم المسائل الجديده في الوضوء والاغتسال. نعم. الجديد في الاسماع عن موجبات الغسل ونواقضه ومحظورات عدمه. ايوه يا فندم. الوضوء وباب للاغتسال وباب للتيمم. تعالى الباب الاولاني من 3 فصول. الفصل الاول موجبات الوضوء، الفصل الثاني افعال الوضوء، الفصل الثالث نواقض الوضوء. انا جاي اتكلم مع ستك على الجديد على الاسماع، مش بتكلم. اللي حضرتك بتؤكد انه كان موجود بالفعل قديما في كتب الفقه. أيوة، ولكن هو جديد على تداوله بين الناس. ايوه. ناخد موجبات الوضوء. متى يجب الوضوء؟ الاجابه يجب الوضوء للصلاه ذات الركوع والسجود، نقطه بس، فقط. ده المجمع عليه. ايوه مجمع عليه. الثابت في الكتاب والسنه، ثابت في الكتاب والسنه. قال تعالى: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الوضوء يعني هنا الصلاه ذات الركوع ولا صلاه الجنازه اللي هي ما هو ده كان سؤال يعني زملائنا برضو بيسالوا ده وهم بيسمعوا حضرتك دلوقتي بالنسبه لصلاه الجنازه. ايوه عشان كده قلت لك ذات الركوع والسجود. طالما ان هذا الامر ليس موجودا في صلاه الجنازه فهو ليست من موجبات الوضوء. ده خلافيه. انا بطرح على حضرتك سؤال طبعا. خلافيه. احنا بنتكلم على الاجابه الاجماعيه التي لا يختلف عليها 2، اللي هي الصلاه اللي تتضمن الركوع والسجود بس. نعم. دي اللي في اجماع عليها باتفاق وبنص القرآن، ان هي بتستلزم الوضوء وبنص الحديث وبنص القرآن الكريم. نعم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طب حضرتك استكمل لنا او وضح لنا النقطة الثانية اللي هي خلافية، لان البعض سأل عنها وبيسمع حضرتك. صلاة الجنازة. حاضر. ما احنا اتفقنا هنتكلم عن الجديد. نعم. هنتكلم عن الجديد بس. طيب لما عرفنا ان ده المتفق عليه الصلاة ذات الركوع والسجود، ما هي المسائل الخلافية التي يشترط فيها ان تكون متوضئا؟ الطواف رأيان،
صلاه الجنازه رايين او ثلاثه هنذكرهم دلوقتي. سجود الشكر رايان. سجود التلاوه، تقرا قران كريم او سمعت ايه فيها سجده، رايان. سائر المسائل غير الصلاه ذات الركوع والسجود، مس المصحف وحمله الى اخره، هل يشترط فيه الوضوء او لا يشترط فيه الوضوء؟ رايان. راي بيقول يشترط ورأي بيقول لا يشترط. الرأي ده فقهي ورأي ده فقهي. أي الرأيين أولى بالآخر؟ قناعتك الشخصية. أوصياء الدين اللي بيطلعوا في فضائيات ويعلوا من رأي عشان يزايدوا ويثبتوا إن الدين متشدد والدين قوي وإن اللي آسف، ما خير رسول الله بين الأمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. عارف مين اللي قال تجوز صلاة الجنازة بغير وضوء؟ المذهب الحنفي وبعض المالكية قالوا لو ضاق بك الوقت يعني صلاة الجنازة هتقوم اهي. بتاخد صلاة الجنازة بتاخد قد ايه؟ مش دقيقة دقيقتين؟ على ما تتوضى وتيجي ممكن تكون انتهت. قال لك اتيمم وصلي. خبطتين، خبطة تمسح بها الوجه وتمسح الكفين او اليدين على حسب اختلاف الاقوال وتصلي معاهم. كده الصلاة صحيحة. المذهب من مين؟ الحنفي وبعض المالكية وبعض الشافعية كمان. خد الرأي الآخر بيقول صلاة الجنازة تصح بدون وضوء أصلا وبدون تيمم، لأن ربنا ما أمرناش بالوضوء في صلاة الجنازة ولا أمرنا سيدنا النبي بالوضوء في صلاة الجنازة. الجميع الأحاديث واردة في صلاة مين؟ ذات الركوع والسجود. صلاة الجنازة دعاء. صلاة الجنازة إيه؟ دعاء. إذن هي دعاء وليست ذات ركوع وسجود. من قال هذا؟ الإمام الشعبي، عامر الشعبي اللي مات 103 هجرية، ده من كبار التابعين، ده تلميذ الصحابة. ابن جرير الطبري اللي مات 310 هجرية، صاحب التفسير الشهير تفسير الطبري، ده إمام قليل ولا إمام كبير؟ ده فسر أول مفسر للقرآن الكريم. كده جواب، أول مفسر للقرآن الكريم. كل من فسر القرآن الكريم من بعده تلامذته. قال هذا الرأي. الرأي ده لما يقولوا يبقى رأي علماني ولا رأي فقيه مسلم؟ وقال به الإمامية. الرأي ده يحترم ولا لا يحترم؟ اللي بيحاربه ده عدو علم، كان يجب عليه ان يكون مؤتمن ويذكر الرأي ده. نعم. دي مسألة صلاة الجنازة. خد سجود الشكر وسجود الشكر ده بالمناسبة حتة للتاريخ بقى والشعب احنا المصري. بقيت لنا يعني 3 دقائق متبقية من عمر الحلقة عشان حضرتك توظف الوقت كما تشاء في النقاط اللي حضرتك عايز تركز عليها في الوقت المتبقي. حاضر. خد سجود الشكر. يهمني قوي كل الشعب المصري يعرف. والله في حياة شبابي واعتقد المشاهدين يذكروا ذلك، ان كان سجود الشكر لمن لا يرتدي الزي الذي يستر العورة للرجال، يعني لابس الشرط وجاي يسجد الشكر، كان الرأي العام يرفضه، وان ده غلط لان سجود الشكر واخد من صفات الصلاة فيشترط لها ستر العورة والوضوء. كانت الفتوى دي شائعة. نذكر الرأي الآخر كان مهمش، رأي شاذ، رأي ضعيف. من قال به؟ الظاهرية والإمامية، وقال به الإمام البخاري، وابن تيمية أخذ به. وناصر اللقاني اللي مات 958 هجرية، ده من شيخ المالكية في عصره، قالوا يجوز سجود الشكر بدون وضوء وبدون ستر عورة، لأن سجود الشكر شكر لله، فأنت بتشكر ربنا على أي وضع كنت. الرأي ده كان مات. إيه اللي خلى الرأي اللي ضعيف ده سيد دلوقتي؟ وتشوف كده في التلفزيون اللي دخل كرة جون بيعمل إيه؟ بيسجد لوحده ولا مع زملائه كمان؟ مع زملائه في كثير من الأحيان. طيب وما فيش ستر عورة ولا في ستر عورة؟ ما فيش. لا، بيبقى اللبس طبعا أقصر من ما يفترض في الصلاة. وممكن يكونوا مش متوضيين ولا لازم يكونوا متوضيين؟ لا، وارد طبعا يكونوا مش متوضيين. حد انتقد؟ لا. ليه؟ الإسلام السياسي وظف كتير، قال لك الشباب ده أنا عايز أضمه، عايز أكسبه،
لو انا قلت له غلط وقلت له انت ماشي غلط هخسره. هفقد مؤيدين. فانا ما يهمنيش دين، انا يهمني الشباب. شفتوا التفكير الاسلامي السياسي بيفكر ازاي؟ ما يهموش دين، كل اللي يهمه ازاي اجمع واحشد وازاي اخد اجند وابقى ليه اتباع. ده لو عملوا ايه غلط برضه هنطبطب عليهم. الفكره فكره حشد، مش الفكره فكره دين، ولا لان احنا مش في دين، احنا في فقه دين. فهم بياخدوا الفقه اللي هم عايزينه ويتاجروا بيه كدين. فاصبح دلوقتي سجود الشكر بدون وضوء وبدون ستر عوره، الشعب المصري وكل المسلمين تقبلوه. مين اللي خلاهم يتقبلوه؟ الاسلام السياسي. طب ما الرأي ده موجود من زمان، قال به الظاهرية وقال به الإمامية وقال به الإمام البخاري اللي مات 256 هجرية، مات 256 هجرية، من 1200 سنة يا فندم. الرأي ده مات، هم أحيوه ليه؟ هل لتيسير للناس؟ لا، امال ليه؟ لعدم إغضاب الشباب. فرصة ونخليكم قاعدين حاجة ثانية، وظفوها سياسيا. وظفوها إيه؟ سياسيا. يعني ايه؟ يعني يقول لك لما بنسجد لله بنقول للعالم احنا ناس مؤمنين. انتوا واخدين اللعب كوره وظائف توظيف سياسي. هي ديت مشكله الاسلام السياسي. لا دين لهم، ولكن هي توظيف الاراء. ليه؟ لا بس العباره دي يا دكتور كان بيقولها ناس كتير قوي من خارج، يعني ناس عاديه خالص بنسمعها كانوا بيتكلموا الكلام ده، انه هو لما بيشوفوا مثال زي محمد صلاح هو بيسجد في ماتش في الدوري الانجليزي او بيعمل اي علامه تدل على شكر الله باسلوب المسلمين في الحمد او الشكر، كان ناس كتير بتقول ان الشكل ده بيعد بيه سفير عن ثقافته وحضارته وعقيدته للعالم. يعني ده كان يعني امر او اشاره بتتقال من ناس اصدقائنا وزمايلنا بعيدين كل البعد عن اي طيارات، يعني هم بيشوفوها كده، بيترجموا الصوره كده. ايوه بيرددوا ما قيل لهم. طب ما هو غير المسلمين ما شافوش الناس بتصلي في الكعبه وصلاه 5 صلوات في اليوم والشاشه شغاله على طول؟ ما شافوش مشاهد تتعلق يعني بعبادات وسلوكيات المسلمين. اقول لك مين بيحب مين اكتر؟ الجمهور يحب محمد صلاح ولا الزوجه تحب زوجها اكتر؟ الزوجه اللي بتحب جوزها وعايشين في بيت واحد. مفيش وجه مقارنه، اكيد الاسره الواحده بتحب الله عليك أكتر، واي شيء غير كده يبقى اذا الزوجه اللي متجوزه واحد عن حب صادقه في حبها وعندها اولاد وبتولف على بيتها، شافت جوزها بيصلي وهي ما بتصليش عشان هي مسيحيه، اسلمت؟ اكيد طبعا بالقدوه. ما اسلمتش. لا حضرتك بتقول ظلت على دينها عقيدتها. اذا فكره ان ده قدوه ده لعب سياسي يا فندم، والله كله لعب سياسي. الدين لله. وهو شوف انك لا حببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو اللي عاوز فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام. دي مساله الهيه ولا مساله في ايد البشر، في ايد الانبياء؟ احنا بنعمل اللي علينا بس، ولكن الهدايه هدايه ربنا والايمان ايمان لله عز وجل. فاهم؟ هنتاجر ليه؟ ولما عددنا يزيد احنا كسبنا حاجه؟ اذا احنا بنكسب حاجه في المؤمن. انت بتكسب في اللي بيعاملك معاه معامله كويسه، بتكسب مع من يعاملك. افرض واحد مسلم ويبخل عليك في دعمه لك، وواحد غير مسلم واقف جنبك في زنقتك ومسالم لك، مين اصلح لك؟ مين انفع لك؟ انت اللي احنا ليه التجنيد ده ملوش لازمه؟ التجنيد الديني احنا عايزين نجند المصالح، ولكن الدين لله. انا مش هكسب حاجه. هو الواحد لو دخل الاسلام على ايد واحد صاحبه ده هياخد اجره، اجر اسلامه؟ لا، انت تاخد اجر بس بيانك. انا بينت وانت انتفعت او لم تنتفع، انا ماجور لان انا بينت، سواء المتلقي استجاب او لم يستجب. انا لي اجري في بياني وامنت في البيان. كون غيري يستجيب او لا يستجيب الفضل لله بس، مش لحد. فضل الفهم لمين؟ نعم. طب مساله اخيره اتفضل يعني سريعا اذا امكن ذكرها، جديده يعني، في افعال الوضوء وافعال الغسل. هو المطلوب حدوث البلل ولا المطلوب جريان الماء على العضو ولا المطلوب جريان الماء على العضو وتقاطر الماء من العضو؟ يعني انا بتوضى بغسل وشي، ممكن اوصل الميه بس الى وشي يبقى انا كده غسلت وشي،
ولا لازم اخلي الميه تجري، ميه تجري بحيث ما اجيبش الفوطه وامشيها، لا لازم الميه تجري على وشي حتى ابقى غسلت وشي وايدي كذلك، ولا لازم الميه تيجي على وشي وتجري وكمان تتقاطر؟ ثلاث اراء. راي بيقول وصول الميه بس كفايه، وصول الميه بس كفايه. يكفي، نعم. وده اللي قاله ابو يوسف صاحب ابو حنيفه اللي مات 182 هجريه، وقال به المذهب الامامي. قال حتى ولو كان كالدهن، يعني بجيب فوطه كده وادهن ايدي واوصل البلل لكل جزء من اجزاء جسمي، العضو المغسول، هذا وضوء وغسل صحيح؟ ايوه يا فندم. واستدل بحديث اخرجه احمد واصحاب السنن عن ابي ذر ان سيدنا النبي قال له التيمم طهور او وضوء، روايتين يعني، طهور او وضوء المسلم او المؤمن وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجدت الماء امسسه. يعني ايه؟ يمس الجلد. قال لك حديث واضح اهو. مين اللي قال التقاطر؟ قالوا العرف جرى على كده، ان انا لما كلمه غسلت الوجه يعني جبت ميه لما تقاطرت. اذا انت فسرت تفسير عرفي، وابو يوسف والمذهب الامامي وبعض وجه عند الشافعيه قالوا ان حديث النبي معنى الحديث الشريف، نعم. امسسه جلدك. الامر الاهم بقى حديث اخرجه مسلم. اخرجه مين؟ مسلم. والله لا، ده البخاري ومسلم. البخاري ومسلم كمان عن انس بن مالك. الحديث ده هختم بيه. نعم. بيقول ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتمنى كل واحد يحب الرسول ينفذه، اتمنى كل واحد بيحب الرسول او بيدعي انه نفسه ياخد السنه دي، السنه المتروكه، السنه المهمشه، نحييها. نعم. ماذا قيل في هذا الحديث الشريف؟ كان يوضئه المد ويغتسل بالصاع. المد كف ايدك كده اسمه مد، تملأ ايديك حفان ميه، حفان ميه. لو كان وضوءك بمقدار حفان الميه فانت على السنه والهدي النبوي. والاغتسال الصاع، الصاع 4 أمداد إلى 5، 4 أمداد إلى 5. خد بإيدك كده حفان ميه، أدا 1 2 3 5 لحد 4 5 و5 كده تغتسل. طب هغتسل ازاي؟ اتصرف. الجيش بيقول لك اتصرف. امامك حفان الميه وتوضى، امامك 4 حفنة ولا 5 من الميه واغتسل، اتصرف. لو احنا فكرنا بالتفكير ده احيينا السنه وفي نفس الوقت رشدنا الميه بس. للأسف وقتنا لا يتسع المزيد، لكن إن شاء الله يبقى في متسع من الوقت لنستكمل الحوار حول المحتوى أو الرسائل اللي بيتضمنها هذا الكتاب. وبنهنئ حضرتك على إصداره. بارك الله. شكرا. بشكر حضرتك على وجودك معنا، الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم. مشاهدينا، نهاية هذا الحوار وهذه الحلقة من حلقات مجلس الفقه. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء.